برضو بصور من غير مايك عشان مستفز وزهقت من الموضوع ده. المستشفيات اللي بتحط لبن صناعي مع الباكج كده، البيبي ينزل لبن الصناعي معاه على طول. ليه يا جماعة؟ احنا بنغير فطرة الأمهات. الأم مفطورة ومجبولة على الرضاعة الطبيعي. طيب الأم لسه حالة عندي، بقول لها طب ليه رضاعة؟ طب ليه صناعي؟ وليه يا دكتور بيرضع كتير؟ مستسلمة خالص لفكرة الصناعي. طب ليه ده؟ طب ليه؟ طب ما نروح اتفرج على الكورس بتاعي على النت. ما عرفتيش نروح لدكتور رضاعة طبيعية؟ تقلعي قدامها وتقول لك خلي بالك صح ومش صح. لا نعمل كده، معلش ممكن نتعب أول أسبوع أول 10 أيام، بعد كده نرتاح سنة ونص سنتين. قلت لها عندك عربية 128 وعندك عربية مرسيدس، تحبي تركبي امتى؟ قلت لك المرسيدس مثلا ماشي، هتتعبي سنة عشان تاخدي. تقولي اتعب مش مشكلة، ايه يعني دي مرسيدس؟ ولا اروح توك توك ولا عربيه 128؟ مع احترامنا ليهم، بس اقول انا قصدي الفرق. الاتنين بيوصلوا المشاوير، ولكن يعني هيهات الفرق. الام يعني مستسلمه خلاص، يعني يا دكتور لازم نروح، لازم نعمل. مين السبب في كده؟ مين السبب في كده؟ المستشفى لا استثني احد. ولكن حصل ساعات، حتى انا شغال في المستشفى ده، ساعات بندخل لبن صناعي. لكن حقك يا ماما تقول لي بندخل لبن صناعي. واحد، طفل سكره واطي خالص 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 بعد الشر، ولازم بس نعليه، وإن كان ده بيبقى حاجة لحظية. اتنين، طفل نازل مبتسر أقل من 34 أسبوع وخلاص، يعني مش قادر حتى يرضع، بندربه. حالة تالتة إن مثلا في تريبلت، أم موجود للتلاتة، الأم حتى مش قادرة وتعبانة ونازلة من البنج. كل حاجة حقك يا ماما تسألي يا دكتور ليه دخلنا اللبن صناعي؟ كل أدب كل احترام يا ماما عشان كذا. أنا زهقت من الموضوع ده، كفاية لبن صناعي، كفاية لبن صناعي بالذات في الأول. طب يا دكتور عشان ما اطولش عليك، امتى ندخل لبن صناعي؟ لما يعدي اول 3 ايام، لما تروحي للدكتور، لما تتثقفي وتقراي، ولما تروحي لدكتور رضاعه طبيعيه وتقعدي معاها سيشن والتانيه والتالته والرابعه، ودكتور رضاعه طبيعيه هي اللي تدخلك لبن صناعي، كده تقولي خلاص اما هذا او اما هذه فقد ادت ما عليها. خلاص انا معليش حاجه يا رب، انا عملت كل اللي اقدر عليه. مش هوب الطفل ينزل بقى هوب باللبن الصناعي يا جماعه.